السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اللي اول مره كيشوف القناه ديالي، فعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. يلا نبداو القصه. هاد القصه غادي نحكيها لكم كيف ما عمركم ما سمعتوها ولا شفتوها، والا كنتو شفتوها وسمعتوها ماشي بحال كيف غادي نحكيها لكم. القصه ديالنا اصدقائي غادي تبدا في نهار عادي. صالح تيوجد البقر باش يصيفطوا القاسم للسوق باش يبيع بيه ويشري. واحد الساعه قاسم هو يوصلوا واحد الخبار خايبه صدماتو، هي بان الاخت ديالو توفات. وقف البيع ديالو في السوق عيط العلوان، قال له باش يرجع البقر للكوري. سعيده خدامه في المطعم، تيجي عندها المحامي ديال امها، تيحاول يهضر معاها ويتكلم معاها وهي تترفض. تيقول ليها بانه هو المحامي ديال امها، هي تقول له بان هي ما كتعرفش امها توفات. واحد الساعه هو يجبد بها عقد الازدياد ديالها وتيقول ليها شوفي هذا العقد الازدياد واش ديالك، وهي تاخذو تصدمات بان الام ديالك هي اللي تركات عندي الوصيه باش نجمعك انت وختك رحمه خدامه في تزيين العرايس وهي في الخدمه ديالها، حتى هي توصلات بالخبر ديال الوفاه ديال امها. المحامي جمعهم بجوج باش يديهم لدار الجنازه، ولكن هما تناقشوا بيناتهم مناقشه حاده. وسعيده كتقول لاختها علاش خبيتي عليا السر ديال امي، انا بغيت نعرف امي وشكون هي وبقات تكون خايبه. قالت لها رحمه انت ما كتعرفيهاش وما حناتش فينا ورماتنا. قالت لها سعيده ماشي شغلك ديني لعند امي باش نعرفها وديك الساعه نقرر واش نبغيها ولا ما نبغيهاش. قاسم وصل لدار الجنازه ولقى قيسه مرميه منهار على الام ديالها، قيسه هي الاخت الصغيره ديال رحمه، وسعيده من راجل واحد اخر اللي كانت زوجاتو على ود البقر والفلوس. قاسم دخل لقى اخو موجوده ميته وتحسر على الموت ديالها. هو تيخمم في التركه اللي خلات والمال ديالها. هو تيعرف بانه هو اللي خدا البنات ديالها وداهم للمدينه وجلاهم، وقال لي بانهم ماتوا من بعد هي تزوجات بالراجل الثاني اللي ولدات منه غيتا. وهنا كتبدا القصه ديالنا. كنشوفوا قاسم في دار العزو، بداو الناس يعزيوه. خدوج مرات قاسم في دار العزو كتقول ليه انت هو موشي. قال له ودين عليه الشيطان، راه مازال السيده ما برداتش ومازال ما دفناهاش. قاسم خرج تيستقبل الناس اللي تيعزيوه، هو تيتفاجئ بصح تيطل وتيترقب وصول شي ناس. وتيقول ليه شكون كتسنى؟ قال ليه كنتسنى البنات. قال له اش من بنات؟ قال له بنات خير اختي. قال له يلا سير لخدمتك، يلا بعد من هنا. في نفس الوقت وصل البشير اللي هو واحد من الاعيان ديال القبيله، هو ولد حمزه. البشير اللي سبق العربو وقاسم الارض ديال خيراته، ووعدو قاسم باش يشري منه الاراضي ويعوضو، وانه كان مريض وتوصل بالخبر وجاي يعزيه وتيذكروا بالوعود اللي كان قاسم تيوعدو بها. البشير راضي بالثمن اللي كيقدروا قاسم باش يشري منه ديك الارض. قاسم تيقول للبشير خليهم يدوزوا هاد الجنازه من بعد يتذاكروا في الامور اللي بيناتهم ديال الارض. المحامي وصل البنات للفيرما ديال الخيره، وهنايا رحمه تتفاجئ. قالت اختها بانها ما عقلاتش على الفيرما كي كانت انها زوينه. والمحامي دخل تيشوف شكون غادي يستقبل البنات. واحد الساعه صالح هو تيجي يستقبل رحمه وسعيده. قالت رحمه لسعيده اختها شوفي هما حتى واحده ما استقبلنا، غير الخدامه اللي جاو استقبلونا. هنايا رحمه قالت لاختها سعيده هانتي ها الاولى مربيه البراني ولا يحانا حنايا، كي جاتك هذيك مازال ما باغاش تعرفي شنو خبيت عليك؟ مازال تعرفي وتعرفي. ها انت غادي تدخلي هنا خوتي خواتاتي تنشوفوا المحامي تيدخل البنات على امهم اللي مجبده وتيذكر بالوصيه ديالها اللي وصف. وصالح وقف معاهم واحد العغيته كتقول لهم اشكون نتوما؟ صالح اللي عرف القصه يقول ليه هادو خواتات غيتا، وبدات تتخرجهم تداوز معاهم. بقات كتقول لهم خرجوا عليا. ديك اللحظه سعيده غادا تشوف امها وغادي تنهار وتبدا كتغوت وتبكي، وبدا الغوات. وصالح تدخل وخرجهم في نفس اللحظه. غيتا تجري عند خالها قاسم والتحامات فيه وقالت لي هاد البنات هادو جاو ضربوني ونتفوني. رحمه سعيده جايين تيتخاصموا، ورحمه جايه هاجمه على اختها وغيتا. كتقول لخالها هاد البنات راه هما ما عرفتهمش شكون هما. هو قاسم تيدور فيهم قال لهم خرجوا عليا من داري. ويتخرج لي رحمه فاس قالت له هاي قويصم كبر ليك الشان ولات هذه دارك وليتي انت هو موشي. هو يقول لها كيفاش قويصم كتعرفيني؟ وهي تدور وتقدم المحامي تعرفوا بهم. قال له هادو بنات الحاجه خير اختي. وهي تزيد رحمه بنات ديك الحاجه تما الله يرحمه ولا نسيتي. ويقول لها اسيروا ترحموا عليه في الخلا وهنيوني من الصداع ديالكم. وهي تدور فيه سعيده قالت له تعاود سميت با غادي ندمك. وقاسم يقول سعيده هاك على الخوينزه كبرتي، خرجناك من قمطه دابا وليتي كتردي الهضره على خالك. وهي تقول لي رحم اش من خال. وهنا تتدخل خدوج مرات قاسم قالت لي انت راكي سطيطه، العيب ماشي فيك ولكن العيب في اللي ولدوك وخلاوك بلا ترابي. رحمه بغات تعارك مع خدوج مرات قاسم ولكن سعيده ما خلاتهاش. وهنا صالح بدا تيغوت يقول لهم راعي ولاد السيده اللي باغيه تمشي للقبر ديالها، واش ما حشمتوش؟ نتوما كدابزوا والناس كيتفرجوا فيكم في هذا الوقت هذا.
كتدخل واحد الشخصيه غامضه اللي هي رقيه، جايبه مع الولاد ديالها، جايبه مع واحد الحولي. هاد الحولي هذا رماتو عليهم عار، تقول لهم ما تسمحش اللي يفرق بينها وبين خيرها. هنا قاسم تيقول للرقيه يا ودي اش كديري، وهي جبد الموس وذبحات الكبش. وسعيده بدات تتغوت واختها غيتا سخفات. بعد ما وجدوا الحاجه خيره خرجوها للقبر ديالها، غيتا بدات تبكي على امها ومرات خالتها تسكت فيها، ورحمه وسعيده متاثرين بالمنظر اللي ما عاشوش مع امهم ما عرفوهاش على قرب. سعيده كتشوف اختها رحمه واحد الشوفات في قلبها قصه على الكذوب اللي كتبات عليها وما عرفاتهاش على امها. في الدفينه ديال خيرات تيبان لينا خو رقيه ولادها تيخططوا لشي مخطط وكيتسناو رقيه اش غادي تقول لهم اللي هي الام ديالهم. في دار الجنازه رحمه كتشوف اختها غيتا منهاره ومحتضنه مرات خالهم خدوج، والمعزين تيعزيوها. بقات سعيده مقابله الصوره ديال امها وتتمعن فيها، وهي تقول لها كون شديت ديك البرغوشه في الدرب ديالنا كوريشتها تريشه ما تنساش عمرها كله، ولكن عندها الزهر. رحمه بدات تقول اختها سعيده يلا نمشيو بحالنا. سعيده بقات كتشوف فيها وهي تقول لها سعيده صبري مورا العشاء غادي نمشيو بحالنا، دابا راكي بكيتي وشبعتي بكا، يلا نمشيو بحالنا لدارنا. سعيده تتهرب منها وتقول لها رحمه واش جابك الجوع، وهي تجاوبها سعيده قالت لها ياك قلتي لي هذا رزق با، وصبري نشوفوا اللي لينا واللي علينا ونمشيو بحالنا. رحمه قالت لها هذه هضره معقوله عمالنا حنا جالسين حتى نغسلوا مو عندي الجنازه، حنا شنو خاسرين؟ عجبتيني. وهي تقول لها سعيده مازال ما شفتي يا بنت بنتي. وهنا انتقات رقيه وقالت لهم انا عاد عرفتكم نتوما بنات خيره الله يرحمها الله يعظم الاجر. وهي تجاوبها سعيده قالت لها ما مشى معك باس. وهي تجاوبها رقيه الله يرحم خيرها والحاج عثمان. وهي تجاوبها رحمه قالت لها واش كتعرفي با الله يرحمه. وهي تجاوبها رقيه قالت لها الله يا ودي شكون اللي ما يعرفش خيرها والحاج عثمان الله يرحمهم والله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسباب. وهي تجاوبها سعيده قالت لها قولي لينا شكون اللي كان لينا سباب الله يرحم الوالدين. قالت لها رحمه امك وخوها. وهي تقول لها سعيده اسكتي. وهي تقول لها رقيه لا واه ذكروا امواتكم بالخير، امكم راه في دار الحق وحنا في دار الباطل، امكم كسالكم الدعاء وانا ما تسالون غير نقول لكم ردوا بالكم من جنابكم، نتوما حاضين من الغريب والدقه تجيكم من القريب. ورحمه تقول سعيده خالك نقسم لك بالله الا كتدوي على خالك. هنا تنشوفوا البشير والقاسم وتابعهم حمزه ولد البشير وتيذكروا في الموضوع اللي بيناتهم. العربون اللي عطى البشير القاسم وقال لي غدا بكري نقاد الامور ديالنا. قال له قاسم غير ارتاح. قال له البشير انا ما نرتاح حتى ناخذ الرقيه ديالي. قال له قاسم صبر على رزقك. هو يقول ليه البشير هذوك اللي جاو يديو العلو ديال امهم ما يعكسوش لينا. قال له البشير قال له قاسم ما عندهم ما يديروا ونبغى تخصص ورثهم كل ما ريحتهم الصبار. قال له البشير الله يرضي عليك حتى ما نبغيش نشم ريحتهم هنايا. قال له قاسم غادي تجي للعشاء. قال له البشير لا سيدي الواجب درناه فواتني اختك وفواتني. قال له القاسم الله يعشر الخطوات. هو يذكروا البشير ملي غادي يركب في الطوموبيل ديالو قال له غدا ما تنساش الصباح بكري. هنا تنشوفوا المحامي ديال خيرات تعيط القاسم وقال له يلا باش نقراو الوصيه ديال اختك. المحامي جمع المعنيين بالامر اللي هما قاسم الاخ ديالها والبنات رحمه وسعيده وغيتا وصالح وحده اللي هما الخدامه ديال الحاجه الله يرحمها. وهنا بدا المحامي تيقرا الوصيه ديال المرحومه. هنا غيتا تدخلات وقالت للمحامي الله يجازيك بخير الا ما سر بينا راه حنا دوزنا نهار صعيب. ويقول لها مرحبا. المحامي بدا تيقرا الوصيه وقال لهم بان المرحومه وصات بان صالح وحده يبقاو هنا خدامين وياخذوا الصالير ديالهم كل شهر والبريمات كيف ما كانوا تياخذوها، والا جراو عليهم غادي ياخذوا 10% من الاملاك ديال المرحومه. وهي تنطق خدوج مرات قاسم قالت له الله يعطينا زهر ديال الخدامه. ويقول ليه قاسم خلينا من الخدامه زيدنا للمعقول. المحامي قال ليه المرحومه كتبات جميع الممتلكات ديالها بيع وشراء رحمه وسعيده وغيتا. هنا تيتصدم قاسم وتيقول ليه كيفاش بيع وشراء وهي ما عرفتهمش باقيين عايشين. قال ليه المحامي هذا العقد هذا راه تكتب هذه 10 سنين وموثق في المحكمه. وهي خدوش قالت ليه وهذا الراجل اللي فنى عمره كله في الفيرما غادي يبقى بلا ريال بلا جوج. وقاسم تيقلب في دوك الوراق وتيشوف بهم طرطق عينيه. ونطقات غيتا وقالت ليهم هادشي دايرينو بيناتكم غير باش تشفرونا. وهي رحمه تتنفجر على اختها الصغيره وقالت ليها الا ما سكتيش راه غادي نتفق ونضربك ونوريك بان حنا متفقين عليه. هنا قاسم تيوقف المحامي وتيثور عليه وتيتواجه مع رحمه تيقول لها اسمعي يا بنت عثمان والله الفيرما لا فرحتي بيها واخا نعرف نحرقها. وهي تعيط للاستاذ قالت له ياك داروا الاملاك في الشرع في حقنا. قال لها ايه سميتك انت واختك سعيده وغيتا. وهي تقول القاسم ومرتو سمعتو اللي ما سميتوش رحمه وسعيده وغيتا يورينا عرض كتافو. وهي توقف ليها غيتا قالت لها ماشي دار باك هادي. هو قاسم يقول رحمه ولاو عندكم الحقوق يا بنات عثمان. وهي تدور فيه ومحمره فيه قالت ليه شوف خرجوا ولا نعيطوا لصحاب الحال. قاسم عيط لمرتو قال لها يلا خدوج نمشيو. وتيشوف رحمه وقال لي هادشي والله لا فرحتي بيه ما حد يحيي. تبعات وغيتا وهي كتعيط ليه.
رحمة شافت اختها سعيدة وقالت لها مرحبا بك في الدار اختي، وسعيدة مصدومة. قاسم مشى هو ومرتو خدوج لدارهم، هما مصدومين تيخمو تيفكروا في اللي جاي، وهي تقول خدوج لقاسم واش بغيتي شي قهوة؟ قال لها خاصني نكسر من قهوة. في الليل صالح كيتفقد الكوارع وغادي يبدو تيلقى العساس مضروب وطايح، وهو تيشوف وتيقلب تيشوف شكون اللي تيسرق ولا شكون اللي كاين ولا شكون اللي ضرب العساس. هو تيطل وتيضرب الضو هنا وهناك، تيجي موراه واحد الفراقشي وتيغفلو وتيضربو بواحد العصا طيحو للارض. العصابات الفراقشيه اللي دخلت لكوري وضربات صالح هما الاخ ديال رقيه وولادها، اللي هما الخدمه ديالهم هي السرقه ديال البقر والتفرقيش. دخلوا باش يسرقوا البقر ديال البنات ويخلقوا البلباله. هاد الفراقشيه خداو 6 ديال البقرات وداوهم للكاميو ديال الرقيه اللي داروا المهمه بنجاح. وهنا تنشوفوا رحمه في المقبره عند القبر ديال امها، وجاوا جوج ديال الفقيه وبغاو يقراو ليها على المرحومه، ولكن ما خلاتهمش، قالت لهم بلاش ودورات معاهم. ولكن هي بقات تتحاور مع امها وتتعاتبها وقالت لها كيفاش اخيرا علاش مصيفطه ليا حتى لدابا؟ حتى مشيتي واش كنتي كتسنى فين تخباي؟ ماشي مشكل، وشوفي فيا حتى نتمولك في الخير ديال با. بركه عليك انت وداك الشماته ديال خوك، جلسي وتفرجي مزيان. هنا خوتي كنجيو نهايه الفيديو، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. اللي مازال ما مشتركش في القناه ديالي يشترك ويفعل زر الجرس وبارطاجي ولايكي باش تعمل فائده. وما تنساوش تعلقوا ليا بالتعليق ديالكم الزوينين باش نشوف التفاعل ديالكم، وشكرا.